السلام عليكم. تأهل المنتخب المغربي لنهائي كأس العرب بعد الفوز الكبير على منتخب الإمارات بالنتيجة ديال 3-0 في نصف نهائي البطولة، وقدم واحد الأداء اللي كان كبير ومميز. وهكا أسود الأطلس ضمن تواجد منتخب شمال إفريقي في المباراة النهائية للنسخة الثالثة على التوالي. ولكن قبل ما نبدأ تحليل المتواضع لهذه المواجهة، كنتمنى تشجعوني أكثر. اشتركوا في القناة، ديروا لايك وخليوا لي تعليق. على بركة الله نبداو. الصراحة هذه المواجهة ما كانتش سهلة. الإمارات دخلت المباراة وكتطمح تزيد منتخب إفريقي آخر للائحة الضحايا ديالها، واكتسبت هذه الثقة بعد ما قصد في الربع منتخب الجزائر حاملة اللقب. ولكن الحمد لله المهمة ديالها فشلات بعد ما اصطدمت بالمنتخب المغربي اللي الطموح ديالو يحقق لبلادو إنجاز جديد في 2025. وقال الإمارات جات وقتك باش تودع البطولة. بدا الشوط الأول بمنافسة قوية بين المنتخبين، وكل فريق كيسعى يسيطر على وسط الميدان ويبني هجمات. وبالرغم أن الإمارات ضغطوا وحاولوا يسجلوا بكري، ولكن اصطدم بدفاع مغربي قوي ومنظم، ولعبات العناصر الوطنية من البداية بثقة كبيرة، وما تسناتش بزاف باش تبين ردة الفعل ديالها، وفرض إيقاع اللعب بشكل تدريجي ودار مجموعة من الهجمات المنظمة. هادشي اللي خلق ارتباك في دفاعات الإمارات، ولكن الحارس ديالهم قدر يتصدى لهاد المحاولات. على سبيل المثال التسديدة القوية ديال أمين زحزوح داخل منطقة الجزاء، والحارس الإماراتي تألق وحولها الركنية، ولكن هاد الأخير ما غاديش يقدر يصمد أكتر. في الدقيقة 28 ومن بعد تنظيم هجومي جيد للمغرب، وبعد الضغط المستمر على الكرة واستغلال الفراغات في دفاع الإمارات، قدر كريم البركاوي يفتتح التسجيل برأسية قوية داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية على المقاس من حمزة المساوي. بعد هذا الهدف ما رجعش المنتخب المغربي للور، بل بالعكس حاول يحتفظ بالكرة وبقى ضاغط باش ما يعطيش حتى شي فرصة ويمتص الحماس ديال الخصم. وهذا الشيء الصراحة نقطة تحتسب للمدرب طارق السكيتيوي. بعد هذا الهدف حاولت الإمارات الرد عبر هجمات مرتدة، ولكن ما شكلاتش واحد تهديد حقيقي على مرمى بن عبيد. بعد نهاية الشوط الأول بتقدم المغرب 1-0، بدا الشوط الثاني باندفاع كبير للإمارات اللي حاولوا يداركوا النتيجة بسرعة، ودارت واحد الضغط عالي واستحوذت على الكرة وحاولت تسجل هدف التعادل باش ترجع للمباراة. الصراحة تخلعنا شحال من مرة في هذا الشوط، حيت هدف واحد ماشي كافي باش نكونوا مرتاحين. بالفعل دارت الإمارات هجمات وركنيات خطيرة، ولكن لقات صعوبة كبيرة باش تفك شفرات الدفاع المغربي، وقدر الحارس بن عبيد يحافظ على الشباك ديالو نقية للمباراة الرابعة على التوالي. وبالرغم من الضغط الإماراتي، حافظت العناصر المغربية على هدوءها وعلى انضباطها الدفاعي، ورجعت بشكل تدريجي تسيطر على المباراة. والصراحة البدلاء اللي دفع بهم طارق السكيتيوي في الدقيقة 73 لعبوا دور كبير باش ينشطوا الهجوم ويضاعفوا النتيجة، بحال المهديوي الكارتي وحمد الله اللي رجع بقوة بعد ما غاب في آخر مباراتين بسبب الإيقاف. وما نساوش الخبرة الكبيرة اللي كيمتلكها هاد اللاعب. هنا المغرب استغل اندفاع الإمارات وانجرارها للهجوم، وهكا استفادت العناصر المغربية من المساحات والثغرات في خط الدفاع الإماراتي. وبالفعل في الدقيقة 83 تمكن أشرف المهديوي من مضاعفة النتيجة بتسجيل الهدف الثاني، تسديدة أرضية داخل منطقة الجزاء بعد واحد الهجمة مرتدة منظمة وتمريرة مميزة من عبد الرزاق حمد الله، اللي أكد على قدرة الفريق استغلال الفرص الحاسمة. واش غادي يوقفوا هنا؟ لا بالعكس، ولاو كيلعبوا بواحد الحماس أكبر. وفي الدقيقة 92 استغل حمد الله أخطاء في دفاع الخصم وتمكن من اختراق الخطوط وسجل الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من بولكسوت. وبهذه النتيجة كملت المقابلة اللي بينات واحد التفوق مغربي واضح وباين. والحمد لله المستوى ديال المنتخب المغربي كيمشي بواحد الشكل تصاعدي، كل مباراة كتبان أحسن من المباراة اللي فايتة. الأداء كان مزيج من السيطرة مع الانضباط الدفاعي والهجمات المرتدة اللي كتعطي الأكل ديالها.
وهكا ضمن المنتخب المغربي مكانه في المباراة النهائية، وغادي يتلاقى مع منتخب الأردن اللي حققت إنجاز تاريخي حيث أول مرة كتوصل لهذا النهائي بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي. أولا أجيو نعرفو بعجالة على مسار منتخب الأردن في كأس العرب، واللي كان في المجموعة الثالثة مع الإمارات والكويت ومصر. ومن هاد الأسماء كتبان أنها مجموعة قوية، ولكن الأردن قدر يتصدر هاد المجموعة وبالعلامة الكاملة بعد ما فاز على الإمارات ب2-1، وعلى الكويت ب3-1، وعلى مصر ب3-0، وفي دور الربع فاز على العراق ب1-0، وفي النصف وفي مباراة مثيرة قدر يتخطى السعودية ب1 هدف. يعني الأردن حقق 5 الانتصارات متتالية وسجل 10 الأهداف. كل هذه النتائج كتبين واحد الثبات في الأداء وروح الانتصار من البداية، وهذا الشيء اللي ساهم في بناء الثقة للفريق. هذه الفرقة كتعرف انضباط تكتيكي عالي، وكتبع واحد المنهج جد منظم دفاعيا، كيحافظ على المساحات بين الخطوط وكيقلل من الثغرات أمام المنافسين. هو كيعطي الكرة للخصم يستحوذ كما بغى، فمثلا في مباراة العراق وخا سيطرت هاد الأخيرة على الكرة أكثر من 70%، لكن الأردن قدرت تحد من الفرص الخطيرة وتغلق المساحات، وفي نفس الوقت كتسنى الفرص المنظمة أو أخطاء الخصم ودير هجمة وانطلاقة سريعة، ومن خلالها كتسجل وترجع اللور. الأردن كتعتمد بشكل كبير على المهارات الفردية ديال بعض اللاعبين اللي كيشكلوا خطورة وقادرين يستغلوا الفرص وبفعالية ويسجلوا الأهداف، كيزن نعيمات اللي تعرض للإصابة ونزار رشدان. دابا وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى تقولوا لي في التعليقات واش طارق السكيتيوي قادر يرجع للمغرب بهاد الكاس بعد كاس الشان والبرونزية الأولمبية. هاد الشي اللي كنتمناو إن شاء الله. في أمان الله.